ونحن نقترب من 10 دقائق حتى الآن. ملعوبة العرضية خطرة، جول! الله 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 الله. قلت لك نادي الإنتاج أفضل، نادي الإنتاج أفضل في ال10 دقائق، عنده خبرة وعنده انتشار جيد وعنده وصول وعنده ألعاب هوائية، وهدف أول يأتي في هذه اللحظات برأسية قوية تصعب على حارس المرمى أحمد السعداني. شوف الارتقاء واللعبة برأسية الله، برأسية الله، والهدف الأول في هذه اللحظات لفريق نادي الإنتاج الحربي مع ال10 دقائق الأولى. هنشوف مباراة حلوة وهنشوف مباراة جميلة، وممكن يكون فيها انتصار، وممكن يكون أول انتصار النهاردة في هذا اللقاء. اديني الكادر الواسع، أقول لك ممكن يروح شمال الحارس، يروح ممكن هيروح ويحطها اليمين. يا سلام عليك، يحطها يمين مصطفى جمال، وحارس المرمى يروح شمال، وبالتالي هدف التعادل يأتي من خلال ضربة الجزاء. هنا كانت على القدم من وجهة نظر متواضعة، وبالتالي هنا هدف التعديل يأتي لمصطفى جمال من ضربة جزاء، وبالتالي التعادل 1-1. التعادل 1-1 ما بين الإنتاج الحربي وما بين حرس الحدود في هذا اللقاء. الأمام ملعوبة في جهة اليسار للاعب ويليام ممكن عرضية ويليام يطمع فيها، يمر ويلعبها قوية، جول للإنتاج. الله يا ويليام، خلصها بصاروخية، تروح ما تجيش ولا تصد ولا ترد. شوف تروح في شباك فريق نادي حرس الحدود. شوف مر يحطها من زاوية صعبة، وكانت معدومة الرؤية بالنسبة ليه حارس المرمى، حطها قوية صاروخية وتمر في المرمى اللي يتقدم فريق نادي الإنتاج الحربي بالهدف الثاني والأجمل والأحلى والأروع في هذا اللقاء، ليتقدم فريق نادي الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.